السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. النهارده هنعمل مع بعض العزيزيه الدمياطي بكل اسرارها وتكتها وبمقادير بسيطه جدا، واقولك على سر الريحه واللون بتاعها اللي زي اللي بتشتريها من محلات بالظبط. العزية مش مجرد مقادير بتتعمل، انما ليها تكنيك معين لازم تمشي عليه عشان تطلع مظبوطة معاكي من اول مرة. شجعوني بقى كده بلايك وكومنت جميل منكم لو عجبكم بقى الفيديو النهاردة، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة نسلق كده المكرونة بتاعتنا. معايا كده كوباية من المكرونة الاسباجيتي، يعني حوالي كده 100 جرام، وهسيبها كده تتسلق براحتها خالص مع نفسها. العزية اصلها كده المكرونة، ما تنفعش اساسا من غير مكرونة. هنا بقى هولع على عين على المكرونة بتاعتي تتسلق، والعين التانية هحط عليها كده هنا اللبن يسخن معانا او يدفى. معايا هنا كيلو ونص من اللبن، وهنزل كده بكوباية من السكر. لو انت حابة العزية بتاعتك السكر بتاعها هادي، خليها 3/4 كوباية من السكر، انما لو حابة بقى السكر بتاعها مظبوط حط كوباية من السكر. وهقلبها كده كويس جدا. بعد ما سلقت المكرونه بتاعتي خالص كده وسبتها كده، لما اتسلقت خالص قصيتها كده بالمقص عشان تبقى كده قطع صغيره، وهنزل كده عليها باللبن بتاعي واقلبها كده لحد ما تسخن. بعد كده بقى هنزل بباكو كده فانيليا عشان تديها طعم وريحه. ومعايا هنا كده برضك معلقتين كده من القشطه، احطها كده مع المكرونه بتاعتي، ومعلقه صغيره كده من السمنه البلدي، ودي شيء اختياري. لو حباها بقى خفيفه ما تحطهاش. واقلب فيها كده بالشكل ده. هنا بقى بعد ما اللبن دفى معايا خالص، هبدأ بقى كده انزل ب3 معالق من النشا مدوباهم كده في شوية مية صغيرين، وهنزل بقى كده بالنشا بتاعتي سرسوب بسيط بسرسوب بسيط، مش هنزل بالنشا مرة واحدة. ليه بقى؟ علشان عايزة المكرونة بتاعتي ليها قوام ومقدار معين، وعشان برضك ما تكلكعش مني مرة واحدة، انا عايزاها كده زي الكريمي معايا. كل ما احط كده سرسوب هقلبها كويس جدا وبسرعة كده. هنزل برضو كده بشوية وهقلبها برضو كده لحد ما تصبح كريمي خالص. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ شايفين زي الكريمة كده. هنا بقى المرحلة الجاية مهمة جدا. هنا بقى خلاص كده اللبن بدأ يغلي معايا ويطلع كده فقاقيع بالشكل ده. شايفين الفقاقيع؟ طبعا مش هطفي عليه، هفضل كده اقلب زي ما انت شايفة كده في العزية بتاعتي لحد ما الفقاقيع بتاعتي دي تنتهي خالص، لان دي بتبقى عبارة عن مية. طول ما اللبن بتاعك كده بيعمل معاكي فقاقيع يبقى لسه فيها نسبة من المية، وانا عايزاها تبقى ناشفة معايا خالص. ههدي البوتاجاز او النار في المرحلة دي، وافضل اقلب كده بسرعة بسرعة علشان ما تتحرقش وتشعوط منك من تحت. شايفين؟ هتفضلي تقلبي فيها كده باستمرار لحد ما تحسي ان العزية بتاعتك كده معاش بتعمل معاك اي فقاقيع، يبقى كده خلاص هتطفي عليها النار. اللي وصل معايا بقى للمرحلة دي ما تنسوش بقى يا حبيبي تعملي لايك وانت بتتفرجي على الفيديو، وشجعيني كده بكومنت. شايفين كده خلاص بقى الفقاقيع بتاعتي قربت كده تنتهي، طفيت عليها كده النار. معايا هنا في المرحلة دي بقى صينية مقاس 32 دهناها كده بدهن من الزبدة، وانزل عليها كده بالمقدار بتاعي.
شايفين المقدار عامل ازاي؟ نازل معايا سلس جدا، يعني لا تقيل ولا خفيف. ما شاء الله المقدار مظبوط جدا. هنا بقى يا حبيبي المفروض المقدار ده كان يتحط في صينيه كده مقاس 30، انا حطيتها في صينيه مقاس 32 عشان كده هتطلع معايا رقيقه. انت بقى حطيها في مقاس 30. هنا بقى الصينيه بتاعتي لما سبتها كده لما بردت خالص حوالي كده ربع ساعه او نص ساعه، زي ما انت شايفه ما شاء الله المكرونه ظاهره على الوش ازاي، وده المطلوب. هنا بقى احط كده معلقتين من السمنه البلدي، او لو ما عندكيش حط اي سمنه او حط زبده. وماما تحط كده حوالي معلقتين، وابدا كده افردهم كده على الصينيه بتاعتي بالشكل ده. شايفين لازم تكون الصينيه كده كلها مدهونه من الوش سمنه. هنا بقى علشان الوش بتاعك يبقى احمر وشكله زي بتاع المحلات بالظبط هنعمل ايه؟ هننزل كده عليها بحوالي معلقه كبيره من الشربات. انا كان عندي شربات تقيل من بتاع الكنافه حطاه في التلاجة، فنزلت كده عليها بمعلقه كبيره. دي اللي هتخلي الوش بتاعنا احمر وزي ما بتجيبيها من بره بالظبط. لو ما عندكيش بقى شربات هتعملي ايه؟ هتحطي بقى عسل نحل لو عندك، يعني سواء عسل نحل او شربات الاتنين واحد. هنا بقى الصينيه بتاعتي بعد ما دهنتها كده زي ما انت شايفها بالشكل ده، هبدا بقى كده احطها في الفرن بتاعي. وطبعا مولعه الفرن من قبلها بحوالي كده ربع ساعه لما يحمى. هحطها كده على الشبكه اللي في النص، ومولعه الفرن فوق وتحت. هنسيبها مولعه من تحت ربع ساعه لحد ما تشمع، بعد كده هنطفي عليها وهنسيب النار مولعه من فوق. شايفين بدأ الوش يحمر معانا ازاي؟ هنا بقى كده ما شاء الله شايفين لون الوش عامل ازاي؟ كده بقى خلاص هطفي عليها. حبايب قلبي انا طفيت عليها كده وطلعتها بالشكل ده. شايفين لونها ما شاء الله تحفة. اخدت معايا كده حوالي نص ساعة في الفرن. شايفين اللون عامل معانا ازاي؟ زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. هسيبها بقى كده تبرد حوالي كده ساعتين او حاجة، وبعد كده هوريها لكم. حبايب قلبي انا سبت كده الصينية بتاعتي بره كده حوالي ساعتين، وابدأ بقى كده اقطعها معاكم علشان اشوف هي عاملة ازاي. على فكرة هي برضك لسه يعني سخنة شوية، مفروض تسيبيها مثلا وهتعمليها من بالليل تسيبيها الصبح، او تحطيها في التلاجة كده كام ساعة لما تجمد معاكي خالص. بس انا بقى علشان التصوير حبيت كده اطلعها معاكم واشوف اخبارها ايه. شايفين ما شاء الله تحفة وجميلة جدا. شايفين بيضة ازاي من جوه؟ هي بس طالعة معايا رقيقة، كانت عايزة تتحط في صينية مقاس 30 يعني اصغر من دي بشوية، وكانت هتبقى السمك بتاعها وسط. بس هي كده ما شاء الله جميلة برضك وطعمها تحفة. مش هقولك بقى على الريحة بتاعتها قلب الشقة كلها. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا، احسن كمان واطعم ما بتشتريها بره بالظبط. لو عجبك بقى كده فيديو النهارده شجعيني كده باللايك والاشتراك في القناة وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.